وأذكر حادثة حدثت في حياة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. جاء جماعة من أساتذة الفيزياء في كلية العلوم جامعة بغداد، وهم طبعا دكاترة وماجستير وبروفيسور وطلاب، يشكلون على مسألة للسيد الشهيد في فقه الفضاء، وهي المسألة رقم 8 باب النكاح. يقول السيد فيها: لو انطلقت مركبة فضائية بأسرع من سرعة الضوء وكان على متنها زوجان، طبعا ما مضمون هذه المسألة وليس نص، وعلى متنها زوجان أي رجل وزوجته، فيقول السيد أنه إذا رجعت هذه المركبة، فطبعا يصير شنو؟ رجوع إلى الماضي. فيقول السيد إذا رجعت هذه المركبة إلى الأرض فينفسخ العقد بين الزوجين، ولازم أن يرجعوا للزواج بعقد جديد. فهؤلاء الذين هم هناك في كلية العلوم جامعة بغداد يضحكون ويستهزئون، وأنى لهذا المعمم الذي جالس في النجف ينقض نظرية إينشتاين أو يستشكل على نظرية إينشتاين ويخالفها، ومن أين أتاه هذا العلم؟ وهكذا من الكلام. فجاءوا لمناقشة السيد في هذه المسألة، فسألوه، طبعا أنا كنت جالس في هذا المكان في تلك اللحظة، سألوه كيف حصل هذا الأمر وهو الرجوع إلى الماضي. طبعا إينشتاين يقول يصير توقف في الزمن، لا يقول في الرجوع إلى الماضي. السيد يقول في هذه المسألة يحصل رجوع إلى الماضي، إلى الزمان الماضي، ولذلك ينفسخ العقد. فتكلم معهم السيد بكلام صراحة أنا لن أفهمه ولا أستطيع أن أتذكره، كلام علمي يخص الفيزياء والكيمياء، وذلك كيف أن الفوتونات تنطلق وترجع باتجاه معاكس، وكيف أن الإلكترونات تتحرك، وكيف وكيف. فهؤلاء انذهلوا، كيف هذا الرجل المعمم والذي لم يدرس الفيزياء ولا الكيمياء العالية طبعا، كيف يتكلم بهذا الكلام وهم لن يفهموا ذلك؟ فتفاجؤوا طبعا. أخيرا سؤالهم ختموا بهذا الكلام، أنه هل يستطيع الإنسان، طبعا السؤال موجه للسيد منهم، هل يستطيع الإنسان أن يعيش الماضي على كلامك أنت وعلى فرضيتك أنت التي ذكرتها في المسألة رقم 8 في فقه الفضاء؟ قال نعم، وبكل قوة وبحيل صدر كما يقول السيد. قال نعم، والآن، وهذا كلامه كلام السيد، والآن موجود في النجف من العرفانيين من يعيش الماضي والحاضر والمستقبل، والحوادث أمامه مسطرة مثل خرزات السبحة، ووضع السبحة أمامهم. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا وعلى رأس العارفين السيد